الوالد مغربي والوالدة جزائرية، وبجوج بيهم مهتمين بأمر بلدانهم. من بين أحلامهم طور بلدانهم وتعم الديمقراطية في المغرب والجزائر. أنا والوالدة كنا كنهضروا بزاف في السياسة، غير غادي نوصل ونرتاح شوية غادي تقول لي بلي الجزائر ولات دولة ديمقراطية. الجزائر في 2050 دولة ديمقراطية. اش وقع باش ولات من دولة عسكرية تقريبا شمولية دولة ديمقراطية؟ باش نفهموا شنو وقع خاص نرجعوا للور. الجزائر دولة عمرها تسيرت من طرف مدنيين. مع بوتفليقة كان نظام الشبه عسكري، وبمرحلة بوتفليقة غادي تكون الجزائر أحسن من مرحلة تبون. عيب تبون هو التركيز على ما هو خارجي على حساب ما هو داخلي. في الوقت اللي كان نقص كبير في الأكسجين والناس كيموتوا، في الوقت اللي كان الانترنت كتقطع أسابيع، في الوقت اللي الغابات شعل فيها النار، العسكر بالجزائر كيهضر على مؤامرات خارجية. بدا المشكل مع المغرب وقطع العلاقات الدبلوماسية، وبدا مشاكل مع فرنسا. إذن العلاقة بين فرنسا والجزائر تتدهور على خلفية أزمات سياسية متتالية أججها مؤخرا إرث تاريخي. وما وقفش هنا، زادها بمشاكل مع إسبانيا، خلى الحراقة يغزيو سواحل إسبانيا. Parce qu'au moment où je vous parle, à l'instant même, on en a en ligne, on en a en live, et les opérations de sauvetage de la marine espagnole, des gardes-côtes espagnols se poursuivent au large de plusieurs régions côtières de l'extrême sud de l'Espagne, au large d'Alicante, au large de Murcia, au large d'Almeria, au large des îles Baleares, d'Ibiza, Formentera. الجزائري كائن محتاج يفتخر ببلاده يمكن أكثر من أي مواطن آخر، وهذا الشيء عنده تفسيرات تاريخية وسوسيولوجية اللي ما غاديش نهضروا عليها هنا. مع تبون الجزائري ما عنده باش يفتخر، ما كاين غير الاعتقالات والقمع. الجزائريين في الخارج ربي اللي يعلم بهم، وهاد الجزائريين هما اللي غادي يلعبوا دور كبير في الثورة الكاملة. كنقول ثورة كاملة حيث الانتفاضة اللي دار الحراك وسقطات بوتفليقة وجابت تبون كانت غير نص الثورة، واخطر حاجة هي ما تكملش الثورة وتوقف في النص. الأنظمة العسكرية مبرمجة على العنف، وهذا الشيء طبيعي. التكوين العسكري إما هجومي أو دفاعي، عمره كان نظام إنساني واجتماعي. في هذه المرحلة في الجزائر حتى حاجة ما كتعجب من غير المنتخب الوطني لكرة القدم اللي غادي بحال شي ترام بلا فران في الانتصارات. En ce moment, en Algérie, on n'est que nous les exilés qui continuons à parler, à s'exprimer, à critiquer, à dénoncer, à révéler. Algérie Part a été pratiquement le premier média censuré depuis juin 2019. Il est inaccessible depuis le territoire algérien. Et il faut malheureusement un VPN. Depuis juin 2019, cette situation n'a pas changé. Moi, je suis exilé à l'étranger parce que j'étais forcé de quitter mon pays et d'abandonner mon pays, une partie de ma famille pour venir s'installer en France pour pouvoir continuer à exercer du journalisme indépendant. Moi, à Monti, je parle pour nous, les Algérie Part, la communauté Tananara et Tekber. Depuis, nous existons depuis mai 2017 en tant que média Algérie Part. Personnellement, je faisais du journalisme depuis pratiquement le 2005-2006. J'étais sur Algérie Focus à partir de 2011-2012, donc j'ai travaillé en Algérie. Je n'ai jamais vécu toute ma vie à l'étranger. C'est la première fois que je suis à l'étranger de manière permanente. Les autres opposants exilés, il y a des youtubeurs, il y a certains journalistes, il y a certains blogueurs, mais on est vraiment un groupe très limité parce que اليوم ما كاين حتى واحد اللي راهو يهضر ولا il peut s'exprimer ولا il peut dénoncer ولا il peut faire يعني de l'activisme politique ولا de manière indépendante réellement ما كاش. لا حياة لمن تنادي اليوم، كلش راهو حابس، اللي راهم في الحباس راهم في الحباس، اللي راهم خايفين راهم خايفين، لوطو سونسور. Alors que tu vois, l'Algérie est devenue une caserne. L'Algérie, elle est divisée en deux. Une caserne d'un côté, ou ce qu'on appelle une prison à ciel ouvert. Le nombre des journalistes qui sont incarcérés, le nombre des journalistes qui sont poursuivis, l'autocensure, les télévisions, les مغلقوا لهم يتبعوا لهم مشيتوا معاهم، والناس راهي خايفه، والاحزاب السياسيه كاع دارت يعني كوشيفو، كاع داروا كوشيفو، اللي ما داروش كوشيفو راهم في الحباس، سي دي ديتنو دوبينيون.
هاد الأحداث وغيرها غادي تساهم في تزايد الحقد عند الجزائريين، مأطرين من طرف مثقفين جزائريين خصوصا في الخارج. غادي تندلع ثورة غير مسبوقة بتاريخ الجزائر. الشعب الجزائري غادي يبين على وعي وتحضر غير مسبوق، ثورة سلمية وموثقة. وكيف في الخارج النظام العسكري داير مشاكل مع المحيط ديالو، ملقاش الدعم لا من فرنسا لا من اسبانيا ولا من المغرب، اللي غادي يخرج وزير خارجيتها ويقول نحن مع الشعب الجزائري في تقرير مصيره. اوروبا الجزائريين غادي يصاحبوا الثوره بمظاهرات تقريبا بشكل يومي. العالم غادي يفهم باللي الجزائر في ثوره. النظام الجزائري غادي يلقى الدعم اللفظي ديال روسيا وفنزويلا، دعم لفظي لا يغني من جوع. وفي 2027 بزاف ديال الجنرالات غادي يهربوا من الجزائر وتعلن نجاح الثوره الوطنيه الجزائريه. السؤال هو ما بعد الثورة. واش غادي يتكرر السيناريو اللي وقع في إيران وفي مصر ويحكموا الإسلاميين، أو لا غادي يحكموا العلمانيين؟ مناضلي الثورة والثوار فكروا في هذا الشيء من الأول، ما بغاوش يطيحوا في الفخ ديال الحكم الإسلاميين. شباب الثورة اقترحوا 30 اسم من الشخصيات الجزائرية المشهود لها بالنزاهة والتمكن في مجالات متعددة، وكانت حصة الأسد للجزائريين المقيمين في الخارج. شخصيات ديمقراطية وبراغماتية، مهندسين في عدة مجالات، مفكرين وصحفيين. كانت مهمتهم الأولى هي دستور ديمقراطي فيه فصل واضح للسلطات وتعليم علمي ذو جودة عالية. العسكر رجع للتكانات، والمدنيين هما اللي غادي يحكموا الجزائر لأول مرة. الجزائر تصالحت مع الجيران ديالها وفكات الارتباط بروسيا والإيديولوجيا الاشتراكية، وتحولت لدولة ديمقراطية وبراغماتية. الجزائر حاليا 2050 تقريبا هي إسبانيا في 2021. بزاف ديال الجزائريين اللي كانوا عايشين في الخارج رجعوا لبلادهم وداروا استثمارات، الشيء اللي خلى الجزائر تزدهر اكثر. الوالده كتعاود لي هادشي والدموع في عينيها. كان صعيب ما نبكيش البكاها. والبلادي، انا جزائري ومغربي، وهذه اول مره حس براسي باغي نقول للناس انا جزائري، انا من بلاد المليون شاهد.